هتصدقوا ان الصينيه الخطيره دي كلها بصدر فرخه بس؟ اه والله بصدر فرخه بس. تعالوا يلا بقى. يلا لو اول مره تتفرجوا عليا ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناه. وتعالى اقول لكم انا عملت الصينيه الجامده دي كلها ازاي بصدر فرخه واحد بس. ده صدر فرخه. تمام. هجيب معاه بصلايه بالحجم ده كده، يعني بصلايه ولا كبيره أوي ولا صغيره قوي، وبقدونس، وفلفل كوبي، 2 فلفل كوبي وواحد فلفل حامي. تمام. وبصل وطماطمايه اخده القشر بتاعها بس، مقطعاها حتت صغيره، يعني القلب بتاعها الميه مش عايزاها. إيه، هاخد الجلد بتاعها بس. هعمل ايه بقى؟ هفرم البصل زي ما انتوا شايفين كده، وهفرم الفلفل برضو الحامي والبارد، الفلفل الكوبي والفلفل الحامي. هجيب بقى اللي هو الطماطم الجلد بتاعها بس هو اللي اكون مقطعاه وحطاه، والبقدونس. هجيب ايه بقى ديت؟ نص كوبايه بقسماط او فيجيتار، دي نص كوبايه بقسماط، انا حطيت بقسماط. هحط البهارات ايه؟ فلفل اسود، وملح، وبهارات فراخ، وبابريكا، وايه كمان، وهحط معاهم كمان في الحاجات دي كلها اي بقى طعم بهارات انت بتحبيه حطيه، بس انا حطيت فلفل اسود وبهارات فراخ وبابريكا وملح. وبس هي الحاجات دي اللي انا حطيتها. إيه، هجيب بقى الفراخ هطحنها كويس قوي قوي، لازم تطحن تبقى بالمنظر ده كده، اهم حاجه تطحنيها كويس جدا جدا جدا. همسك بقى الفراخ ابدا اعجن بيها الخليط ده كله على بعضه كده، اللي انا حطيته في الاول في البوله كده. هحط ربع معلقه بيكنج باودر كمان بس. وهبدا بقى الحاجات دي كلها اعجنها كويس قوي قوي في بعضها كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. هجيب بقى ميه بصل وعليها عصير طماطم حبه صغيرين قوي، ومعلقه زيت، وابدا بقى اصبع الكفته بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. شايفه المنظر؟ كانت خطيره جدا جدا من قبل ما تتعمل، ومتماسكه كده ومش بتفك ابدا. وجربيها والله حلوه قوي قوي وبسيطه جدا جدا، يعني لو انت حابه تعملي تغيري في الاكل، او عايزه تعملي عندك مناسبه ممكن تعمليها جنب الاكل، حلوه جدا جدا، سهله وبسيطه قوي. هنعمل بقى ايه بقى في طريقه التسويه؟ دي حته ليا او دهنه زي ما تحبي، حطي دهنه او ليا، ومعلقه زيت واحده بس. وممكن لو انت مش بتحبي طعم الليا او الدهنه ممكن بقى تقليها في الزيت، بس انا او في سمنه. بس انا حطيت ليا ودهنه ومعلقه زيت، وبدات بقى ارصها كده في الصينيه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده. ممكن بقى طبعا تعمليها في طاسه صغيره لو انت حابه، بس انا حاطاها في صينيه يعني حطيت فيها كل الكميه اللي انا عملتها بالشكل ده كده. وهنعملها على البوتاجاز، ولا هنولع فرن ولا اي حاجه خالص. دي بقى كانت ميه البصل معايا والزيت، كنت ببدا بقى ايه ادهنها كده وهي على البوتاجاز، وابدا بقى اقلب، وخلاص طلعت بقى بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده. شايفه الجمال؟ شايفه كانت جميله جدا جدا ومشرفه قوي، لو عندك عزومات او عندك اي حاجه ممكن تعمليها جنب الاكل. حلوه قوي وبسيطه وحلوه جدا. يا ريت بقى لما تجربوها كده تقولوا لي رايكم فيها في التعليقات، ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. شايفين الجمال؟ يلا بقى جربوها، ما تنسوش بقى تقولوا رايكم فيها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.